ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هقول لكم على اكتر روايه عجبتني في سنه 2022. طبعا الفيديو ده المفروض كان ينزل في اول السنه او في اواخر السنه اللي فاتت، بس يعني كان عندنا زحمه امتحانات وجو كده. المهم ان انا يا دوب عرفت اصوره وانزله الفتره دي. الروايه دي هي اكتر روايه عجبتني في سنه 2022، وهي روايه إيكا دولي للكاتبه حنان لاشين. دي رواية خيالية من أصل 5، يعني هي سلسلة اسمها سلسلة مملكة البلاغة، من أصل 5 كتب أو 5 روايات. الحلو فيها إن أنت تقدري تقرأي جزء جزء، يعني كل جزء مستقل بنفسه، مش مرتبط بالجزء اللي بعده أو مرتبط بالجزء اللي قبله، فأنت مش ملزمة تقرأي أي جزء خالص، يعني مش ملزمة تقرأي كل الأجزاء مع بعض. انا ده الجزء الوحيد اللي انا قراته من السلسله، بس ان شاء الله هكمل قراءه السلسله لان فعلا الروايه عجبتني جدا جدا جدا. هي الروايه خياليه فانتازيا، يعني حاجه كده، بس طبعا ليها مغزى، والمغزى بتاعها حلو جدا جدا جدا. الروايه بتدور حوالين شاب اسمه انس، مخلص كليه الهندسه، ولكن ان هو حاسس ان حياته رتيبه وممله وما فيهاش مغامرات وما فيهاش روح كده. المهم انس ده كان بيحلم حلم غريب جدا، انه في طائر بيحط على كتفه، طائر كبير الحجم زي الصقر كده، بيحط على كتفه وبيشيله، بيحاول يطير بيه لمكان معين، وهو طاير بيه بيشوف مجموعة من الأكواخ المنظمة اللي فيها ورود، وكمان في بحر لونه قرمزي تحتيه. اثناء ما الطائر حمله بيسقط منه باتجاه الميه، وهو بيسقط بيشوف رمز غريب على سطح الميه، وكمان بيسمع صوت انثوي بيردد كلمه غريبه جدا. هو بيستعذب الصوت لكن مش بيفهم الكلمه دي عباره عن ايه. المهم انه انس ده متعود يروح عند جده في الاجازه في الفيوم كل سنه مع العائله، لكن المره دي راح لوحده علشان اخته كانت لسه ما خلصتش الامتحانات. لما راح بيت الجد كان بيت غريب شويه، وفي غرفه كان الجد محرم اي حد يدخلها، وكان الاطفال مسميينها غرفه الاشباح، ما كانش حد بيدخلها ابدا. الغريب اللي حصل في الوقت ده ان الجد كان مضطرب، وكان حاسس ان في حاجه غريبه هتحصل او كانه مستني حاجه تحصل، وكمان سمح لانس ان هو يدخل الغرفه المغلقه دي بنفسه ولوحده. ولما انس دخل الغرفه دي شافها عباره عن مكتبه كبيره فيها كتب شكلها غريب، كانها كتب تراثيه او بتحكي تاريخ معين. جذبوا كتاب غلافه باهت وشكله غريب. لما حاول يجيبه حصل ان الكتب تطايرت بشكل مفاجئ، وفضلت تتطاير بشكل دائري في الغرفة وحواليه لحد ما هدأت ونزلت على الأرض كلها مغلقة، إلا كتاب واحد حط عند رجله مفتوح، وبدأت تتكون فيه الكلمة الغريبة اللي كان بيسمعها في الحلم، وكمان اتكون فيه الرمز الغريب اللي هو كان بيشوفه كمان في الحلم. طبعا انس اتفزع جدا ونزل حكى لجده كل اللي حصل. جده طمنه وقال له انه الكتاب ده كتابه هو، واختاره من بين كل الناس علشان في مهمه معينه هتوكل لانس يقوم بيها، هو الوحيد اللي هيقدر يقوم بيها، وان دي مهمته هو بس، وان الرمز اللي موجود ده رمز يعني رقم 3 بالنوبي، وده ترتيب المحاربين في العيله بتاعتهم، لان هم عيله محاربين لايه وبيحاربوا ايه، ده اللي هنعرفه جوه خلال الروايه. المهم انه بدأ يحكي له ويقول له انه في فتره زمان جدا الجد كتابه اختاره وكان اسمه اوبال، وكان في الرمز رقم 1، وكلمه اوبال دي بتعني الجد، انما كلمه إيكادولي دي بتعني احبك. وكمان ابوه برضو تم اختياره من الكتاب الخاص بيه. طبعا انس كان مستغرب جدا وهو بيسمع الحكايه، وكان مستغرب هيحارب ايه ومهمه ايه وازاي الكتاب يختاره وايه اللي حصل ده. المهم انه جده حكاله ان في زمن قديم جدا في المملكه النوبيه كان في امير اسمه واوا. الامير ده كان كويس جدا وطيب، لكن ليه عم طماع قتل ابوه وسجنه هو واسرته في سرداب تحت الارض علشان طمعا في الحكم، وعين على السرداب ده حراس
علشان يشددوا الحراسة علشان الأمير ما تحاولش إن هي تهرب من السرداب. لكن كان في حارس من الحراس متعاطف مع الأمير، وكان بيجيب له الحاجات اللي هو عايزها في الخفاء طبعا. ومن ضمن الحاجات اللي كان بيطلبها الأمير ده هي أوراق معينة علشان يكتب المبادئ الأساسية اللي هو كان مؤمن بيها. ولما الأوراق دي نفذت بدأ يكتب على الجدران، لحد ما فجأة الأمير ده تعب جدا وصحوا من النوم في يوم من الأيام ملقوهوش موجود، اختفى هو والحارس اللي كان بيساعده. المهم إن أسرة الأمير ده طلعت من السرداب، والأم بدأت تقص على أطفالها المبادئ والحاجات اللي كان بيؤمن بيها أبوهم، وتوصيهم إن هم يمشوا على مبادئ أبوهم. لما الولد كبر، ابن الأمير ده كبر وطلع للحياة، لقى إن ولا أي حاجة من المبادئ اللي موجودة دي، المبادئ اللي والدته قصتها عليه واللي كان أبوه مؤمن بيها، لقاها مش موجودة تماما في الحياة اللي هو طلع لها. ولقى حاجات تانية لدرجة إن هو غضب وثار جدا، وبدأ هو بنفسه يحرف الكلمات والمبادئ اللي والده كاتبها في الأوراق بتاعته. واللي بيحصل انه الاوراق دي بتقع في ايد حد بيترجم الكلمات اللي موجوده فيها. طبعا هي الاوراق محرفه، فبتقع في ايد حد بيترجم الكلمات اللي موجوده فيها الى اللغه العربيه، بتترجم محرفه برضو. فالكلمات والحروف بتثور وبتحاول ترجع لوضعها الطبيعي، فبتبحث عن محاربين علشان يحرروها ويرجعوها لوضعها الطبيعي. طبعا انس استغرب الكلام ده كله، بس في خلاص الوقت كان عدى، و قبل ما جده يقنعه يعني كان الطائر اللي هو كان بيحلم بيه في الحلم فعلا جه، ولكن جه بشكل تاني، جه بشكل وديع وحط عند رجله واستناه ان هو يركب فوق ظهره علشان يطير بيه علشان يبدأ في مهمته اللي هو رايحها. طبعا انس ما لقاش حل تاني غير ان هو ياخد الكتاب بتاعه ويعني يركب على ظهر الطائر ويشوف هي ايه مهمته، ويحاول يكتشف ان الكلام ده فعلا صح، وان هو المفروض ان ليه مهمة هيقوم بيها. والجد سلحه ببعض الاسلحة اللي المفروض يستخدمها وقت اللزوم، مش دايما يستخدمها. والطائر اخده وطار بيه وحط بيه في مملكة اسمها، في مكان اللي هو مملكة البلاغة، اللي المفروض ان هو هيدخل بقى علشان يحارب ويحرر الكلمات ويتبع التعليمات اللي هي هتقع في الكتاب بتاعه او هتكتب في الكتاب بتاعه. على اول المملكة بتبقى في ناس مستنياه، وطبعا الرحلة جوه المملكة ما كانتش سهلة، كان فيها مطبات كتير، وكان فيها حاجات بتعرقل اداء المهمة، وطبعا في صراع ما بين الناس اللي هم المحاربين، الناس اللي بيساعدوا المحاربين علشان يتموا مهمتهم، والناس اللي بيحاولوا يوقفوا المحاربين علشان الكلمات والمبادئ المحرفة تفضل زي ما هي. ودول بيحاولوا ياخدوا المحاربين من على اول المملكة علشان يقتلوهم ويكتبوا بدمائهم المبادئ المحرفة، وبكده محدش يقدر يدخل المملكة او يخاف ان هو يجي ناحية المملكة، وإلا هيقتل زي غيره. المهم الرحلة جوه المملكة طويلة جدا، فيها حاجات كتير، وأنس بيقابل ناس بتساعده، وبيقابل ناس بتقف ضده، وبيقابل حاجات مهمة أو مثلا حاجة المفروض يمشي لها في الطريق ده، بس بيلاقي إن هو بيسلك طريق تاني. المغزى من الرواية ان كل بني ادم في الوجود ليه المهمة الخاصة بيه هو بس، اللي حتى لو اتشبهت مع مهمة ناس تانية ظاهريا، فهي في النهاية كل واحد ليه مهمة بيعملها بتظهر تفاصيلها وهو ماشي في رحلة الحياة. مش شرط ان احنا نبقى عارفين احنا مشوارنا ده رايح فين. دايما احنا ما بنقدرش نتحكم في الاقدار، لكن بنقدر نتحكم ان احنا نختار الطريق اللي احنا نسلكه، سواء طريق خير او طريق شر. طريق الخير او طريق الشر بنختاره بمحض ارادتنا التامة، لكن القدر او ازاي ان احنا هنمشي في الطريق ده، دي الحاجة اللي ربنا بيكون عاملها، هي دي الحاجة اللي احنا مش بنقدر ان احنا نختارها او نتحكم فيها. رواية خيالية حلوة قوي، ادبية، مناسبة للناس اللي هم مش مبتدئين قوي، لكن مناسبة للمراهقين، لان هي فيها حس
وفيها نوع من انواع الخيال اللي دايما المراهقين بيبقوا عايشين فيه، او دايما المراهقين بيحبوه في فتره من الفترات. مناسبه كمان للناس اللي بتحب الخيال قوي، الناس اللي عندها بلوك من القراءه ومحتاجه حاجه خفيفه وفي نفس الوقت مش حاجه اي كلام وخلاص، برضو تقدر تقراها. الروايه دي حلوه قوي قوي قوي. وتوته توته فرغة الحدوته. اشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، ومع السلامه.